هل ينفع نقرا لنيل جيمن بعد البلاوي اللي عملها؟ وانا برتب المكتبة النهاردة وقعت قدامي الصورة دي. ده للي ما يعرفوش، ده نيل جيمن، كاتب إنجليزي، كاتب روايات أطفال وروايات فانتازية. اترجمت له أعمال كتير للغة العربية، ترجمها له المترجم القدير الأستاذ هشام فهمي، زي كورالاين، وأول رواية ترجمها له كانت المحيط في نهاية الدرب، وأشهر روايات وآلهة أمريكية، وآخر رواية ترجمها له كانت غبار النجوم. اللي ما يعرفش، نيل جيمن حصلت السنة اللي فاتت إن في بعض الادعاءات ظهرت في حقه من قبل كذا سيدة، منهم سيدة رفعت عليه 3 قواضي. السيدة دي كانت ناني سابقة في منزل نيل جيمن، واتهمته إن هو اعتدى عليها جنسيا، بالإضافة إن في ست اسمها كارولين، اللي هي المصادفة إن هي اسمها كارولين وهو عنده رواية كورالاين. الست دي قالت إن هو مقابل إنها تقعد عنده في أحد العقارات اللي بيملكها كان بينام معاها. وفي بعض الحاجات طبعا يعني ايه، مش عايزين ندخل في تفاصيل، ولكن هل اخلاقيا احنا كقراء المفروض نكمل نقرا لنيل جيمن، ولا دي حاجة ودي حاجة ملوش علاقة؟ المشكلة ان نيل جيمن راجل مش يبدو عربيد. الراجل ده ليه نشاطات في البيئة، ونشاطات للدفاع عن حقوق المرأة، ونشاطات يعني لحقوق الإنسان، وحاجات كتيرة جدا. وفي كتاباته مش عربيد، في شطحات دينية وجنسية في بعض المشاهد، ولكن هو في المقام الأول كاتب روايات أطفال. يعني كورالاين أنا فاكرة المقدمة بتاعتها، أنا قاريها من أكتر من 5 سنين تقريبا، وفاكرة المقدمة بتاعتها بتتكلم عن هو كتب الرواية دي عشان بناته، وبيتكلم وقال إن الشجاعة مش إن هم ما يخافوش، بالعكس إن هم يخافوا ومع ذلك يعملوا الصح. طب هو ما فكرش في بناته لما كان بيعمل الحاجات المشينة دي؟ ما فكرش في مشاعرهم؟ ما فكرش في القراء بتوعه؟ فكرش في مشاعري؟ معلش خدتني الجلالة شوية. أستاذ هشام فهمي حسم الجدال ده في مقالة نشرها من كام شهر اسمها كرهت كاتبي المفضل. اتكلم فيها عن علاقته بنيل جيمن من البداية خالص، من لما أحمد خالد توفيق عرفه على عالم نيل جيمن، وبدأ هشام فهمي يترجم لروايات نيل جيمن زي المحيط في نهاية الدرب أول رواية ليه، وإزاي إن هو كان بيتواصل مع نيل جيمن عشان بعض الحذف أو الإضافة أو الحاجات اللي زي دي، وإن هو كان يعني مغرم بالراجل ده. كلنا كنا مغرمين بنيل جيمن وشايفينه يعني حاجة كبيرة جدا، فازاي حاجة كبيرة زي دي تعمل الكلام ده؟ ماذا عنكم؟ هل هتقروا لنيل جيمن؟ وهل شايفين ان الكاتب لو ظهرت ليه حاجات فضائحية زي كده هل نقرأ له ولا نكنسله؟